مساء الخير أعزائي الكرام، إن شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك كدوزوا أيام رمضان وأنتم في صحة جيدة. كيف ما ديما كنوعدكم وصفات جديدة. اليوم جيت باش نقدم معكم تحلية اللي كنوجدها دائما وكنعتمد عليها في رمضان. يعني يلا باش تشوفوا معايا المقادير والطريقة. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا لتر ديال الحليب، سكر سنيدة 4 إلى 5 ملاعق أو 3 على حسب الذوق ديالكم. كذلك غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال حليب باودر، واحد الساشيه فلون كراميل، وربعة المعالق ديال باودر ديال كريم باتيسير. دونك الطريقه يعني كيف ما كتصايبوا كاع لي فلون ديالكم والتحليات ديالكم في كاسور، غادي ديروا داك الحليب كامل الدسم، كتزيدوا عليه داك السكر وباقي المكونات، يعني كتخلطوهم جيدا. من بعد كتوضعوهم فوق نار تكون يعني بين وبين، ما تكونش مجهده وما تكونش عاوتاني مهيله، فكتحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس، ما كيجيش ثقيل وما تيجيش خفيف. يعني دابا غادي نديروه مباشره فوق النار. يعني من بعد ما كنحصلوا على هذا القوام كيف ما كتلاحظوا معايا، كيف ما ديجا قلت لكم ما كيكونش ثقيل ما كيكونش خفيف. بالنسبه للفراوله او الفريز كنكون قطعته دي مغصوب بحال هكا، يعني غادي نديروه في داك الاناء التقديم. ممكن ديروا اي اناء عندكم في الدار. يعني كتقطعوا الفريز، يعني غادي نديرو طبقه اولى من بعد الكريمه. يعني بالنسبه لهاد التحليه هي المعتمده عندي في رمضان، يعني كنصايبها سواء بالفراوله سواء بالموز، اي فاكهه متوفره عندك في المنزل. خصوصا يعني هذا الموسم ديال الفراوله او ديال الفريز، يعني فيما مشيتي راه متوفر تبارك الله، عطا الله الخير. يعني غادي نمر حتى كنعمر دوك الاناءات اللي عندي بالفريز. بعد ذلك غادي نفرغ ديك الكريمه حتى كنخبي ديك الطبقه الاولى. يعني ما كنتسناوش على الفلون ديالنا او على الكريمه ديالنا تتبرد، يعني كتخدموا بها مباشره. شفتوا القوام ديالها، يعني ما كتجيش خفيفه بزاف وما كتجيش ثقيله. يعني حيت انا ضفت غير 4 الملاعق كبار ديال بودر ديال كريم باتيسير، يعني ما درتش نشا، ما درت شي حاجه اللي شكل على شكل كريمه ثقيله. ان هذا هو القوام المراد وهذا القوام اللي انا بغيت حقيقه. يعني من بعد ما درت الطبقه الثانيه غادي نمر دابا باش ندير الطبقه الثالثه، عباره عن بسكوي مطحون. يعني كندير انا هذا البسكوي، وممكن انكم ديروا اي بسكوي متوفر عندكم في المنزل. ما عندكمش ما كاينلاش، يعني كيبقى على حسب الذوق. غير انا بصراحه هذا البسكوي كيعطي واحد المذاق اللي هو هائل جدا وكيحماقوا عليه موالين الدار. يعني هذا دائما كندير البسكوي في التحليه ديالي. يعني غادي نمروا حتى كنملأ دوك الاناءات اللي عندي بالبسكوي كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا كنشكلها على شكل طبقه ثالثه. بصراحه واحد المذاق اللي هو رائع، خصوصا في هذه الاجواء الساخنه. يعني بزاف الناس كيعتمدوا على التحليات على العواصر، يعني كيقلبوا على شي حاجه اللي كتكون بارده، خصوصا في وجبه السحور. هنايا طبقه رابعه عباره عن فراوله كذلك. يعني كيف ما قلت لكم غادي نشكل هذه التحليات ديال اليوم على شكل طبقات. بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الفريز، ممكن انكم يديروا اي فاكهه عندكم سواء الموز، اي فاكهه عندكم في الدار ممكن ديروها. غير حاليا يعني تبارك الله الفراوله موجوده في السوق وبثمن هو مناسب، والمذاق ديال الفراوله مع هذه التحليه كيتواتى صراحه. يعني هذا غادي نمروا باش نملؤوا دوك الاناءات اللي عندي بالفراوله. يعني واحد الطريقه اللي هي ساهله ماهله ودغيا كتوجد. الا بغيتي كاع تنقصي عليك الخدمه ما كاينلاش ديري بسكوي، يعني كديري غير الكريمه ديالك تفرغي عليها اي فاكهه عندك في الدار صافي. هنايا غادي نمروا باش نديروا الطبقه اخيره ديال الكريمه او داك الفلون. فوالا كيف ما كتلاحظوا معايا. وبالنسبه للكميه سبحان الله العظيم، يعني كيعطيك واحد الكميه اللي هي وفيره. وإلا بغيتوا انه تضاعفي المقادير ممكن انك تزيدوا اطر ونص ديال الحليب، ممكن انك تنقصيه على حسب الافراد العائله ديالك.
يعني غادي نملؤوا دوك الاناءات اللي عندي. وفي الاخير غادي نديرو مره اخرى البسكويت اللي كتكون طبقه اخيره. ومن بعد كتزينوها باي حاجه بغيتو، سواء الفيغميسيل ديال الشوكولا، ممكن اللوز يكون مهرمش، ممكن الفراوله كذلك، ممكن اي فاكهه عندكم. يعني بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. وعلى كيف ما كتلاحظوا معايا كنوزع داك البسكويت. بصراحه هاد البسكويت كيعطي واحد المذاق زوين عليها. غادي نقول لكم الا كان عندكم بسكويت في الدار حبذا انكم ديروه، يعني كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع جدا، واحد لوغو سبيسيال صراحه. ها نتوما يا سيدي غادي نقاد ديك الطبقه الاخيره فوق الفلون ديالي او التحليه ديالي بهذا الشكل. يعني غادي نكملوا العمليه حتى كنسالي كاع دوك الاناءات اللي عندي. وبالنسبه للاناء الا ما كانش متوفر عندك بحال هذا، ممكن انكم ديروا في اي بلاصه مولفين كديروا فيها الفلون ديالكم، يعني ماشي بالضروري توفروا على نفس الاناء. ممكن انكم ديروا غير في الاناء ديال الكيك، يعني ديروا واحد التحليه اللي هي جماعيه. كيف ما كتلاحظوا معايا دوك الطبقات ديال الفراوله ديال البسكويت وديال الكريمه بصراحه كيجي رائع جدا، سواء في المذاق سواء في الشكل وفي كل شيء. يعني كنشجعكم انكم تجربوا هاد الوصفه ديالي ديال اليوم، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. فوالا فاش كتبرد كديرها في الثلاجه واحد ساعه المكانه او اقل. يعني فاش كتخرجيها من الثلاجه كتكون على هذا الشكل. يعني كنزينها بشويه الفراوله. يعني بالنسبه للتزيين كيف ما ديجا قلت لكم كيبقى لكم اختياري. ان شاء الله كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه ديال اليوم، مع وصفه جديده ان شاء الله. فمع السلامه ومسيه سعيده.